مين فينا ما بيحبش عجة البيض المصرية؟ سهلة وسريعة وتنفع فطار غدا عشاء، ما بتقولش لا. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان تشوفوا كل جديد. في طاسة فيها زيت هنزل ببصلة هقلبها على النار لحد ما تدبل، وبعدين انزل عليها بطماطمايه. هفضل اقلبها على النار لحد ما الطماطم تدبل وتبقى بتتهرس كده بسهولة. هعملها كده بهرسة البطاطس او بشوكة واسيبها تبرد شوية. بعد ما بردت هحطها في بولة، هنزل بالبيض. انا حطيت 5 بيضات، انتوا ممكن تحطوا اقل او اكتر زي ما بتفضلوها. عليهم بقدونس متقطع، هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعدين انزل بالبهارات: ملح، فلفل اسود، كزبره، واخر حاجه نص معلقه صغيره بيكنج باودر. هقلبهم كويس وهنزل بكوبايه دقيق بس بالتدريج، حبه حبه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والفولو وكومنت وتقولوا لي رايكم. وده القوام المطلوب، تقيل شويه زي الكيك. هجيب صينيه وسط وانزل فيها بشويه زيت واسخنهم على النار كويس قوي، وبعدين انزل فوقيهم بالعجه بتاعتنا. هفردها في الصينية وهسويها على نار وسط. ممكن تسووها في الفرن لو حابين. لما توصل للدرجة دي هقلبها الناحية التانية واسيبها على النار 5 دقايق بس، يدوب تاخد اللون. وبس كده، بالهنا والشفا.